وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. ابتدوا لقيت البنات حاطين صورة الشيخ اللي هو بتاع الطريقة الصوفية، حاطينها على الموبايلات كلهم، والدعاء بيتم عن طريق ان هم يبصوا للشيخ ويبتدوا يكلموه. ولله حاجة والله بجد، له حاجة يختلي بنفسه ويكلم الشيخ على الموبايل، يفضل حاطط الصورة ويكلمه. لازم المريد يعتبر ان نظره للشيخ اكبر عباده، يعني الواحد يحب الشيخ بتاعه ولا يشرك في حبه احد، ان الله لا يغفر ان يشرك به. بعض المشايخ لهم تخلق من اخلاق الله سبحانه وتعالى ان هم لا يغفروا ان يشرك في حبهم. اذا نابكم شيء فاهتفوا باسمي فانا اسم الله العظيم. يعني شفت حاجه كده مش هقول لكم عليها طبعا، قالت لي ايه؟ اسجد انت الان مع الديان فلا حاجه للاديان. النظر الى وجه علي عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تعالوا نشاهد هذه الأخت. أنا لا أدري ما هذه، يعني هل هذه ندوة، هل هذه دورة، لا أدري شيئا عنها، لكن صادفني هذا المقطع وهي تحكي تجربة لها مرت بها في التصوف. تعالوا نستمع هذه التجربة حسب كلامها. حاجة في أي اتجاه. بعض الأصدقاء المقربين دخلوا في طريقة صوفية، كانوا بيتم الترويج ليها بشكل أو بآخر يعني، فدخلت أجرب كده بالظبط، قعدت أسبوعين فشفت العجب يعني. يعني من بدءا من ايه المغالاة. اولا الاول الموضوع بدأ باذكار، ورقة كده اوراد وبتاع، ومفروض ان ده خاصة جدا ولمدة اسبوعين. اللي هيجتاز الاسبوعين لا هي عادية، بس طريقة ترديدها هي اللي غريبة. يعني ممكن اللي هو ذكر الله ده يتقال بسرعة شديدة ولازم نكون في مجموعة والكلام. لاحظ انها بتتكلم بصدق، يعني في امارات الصدق. الأذكار دي غريبة، ولا لا هي أذكار عادية. يعني كان ممكن تبالغ تقول لا 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 دي أذكار غريبة، هي بتحكي بالكلام كما حدث. أذكار عادية، لكن طريقة الأداء هي اللي غريبة. إن تذكر يعني إن يتم الذكر اسم الله بسرعة اسمع يعني ما تقول. يعني ناس معينة تتجمع وبيدخلوا ناس معينة، يعني مش كل الناس كده تدخل وخلاص. يعني ممكن اللي هو ذكر الله ده يتقال بسرعة شديدة ولازم نكون في مجموعة والكلام ده، وليها أوقات معينة ولازم ناس معينة تتجمع وبيدخلوا ناس معينة، يعني مش كل الناس كده تدخل وخلاص. هما بيختاروا ناس معينة، يعني لازم تتعمل مقابلة مع البنت اللي هي ماسكة الجروب بتاع الفتيات. يعني في بنات وفي شباب، بنات مع البنات والشباب مع الشباب، ما لناش دعوه بالشباب. فكان الغريب في الامر ان ابتدى العمليه تزيد بقى. لقيت البنات حاطين صوره الشيخ اللي هو بتاع الطريقه الصوفيه، حاطينها على الموبايلات كلهم، والدعاء بيتم عن طريق ان هم يبصوا للشيخ ويبتدوا يكلموه. لا جديده دي. لا أنا سمعت طبعا الكلام ده قبل كده، لكن جديدة على الناس طبعا. هو سمعت هذا وتواتر أكتر من مرة. والتيجاني أنا هجيب لكم من كلام التيجاني، بيقول النظر إلى وجه الشيخ عبادة. ويعني ده، وإن هو لا يقبل أن يشرك في حبه أحدا. بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. وبرضه الأولياء يعني يتخلقون بأخلاق الله، فلا يقبلون أن يشرك أحد بهم في المحبة. فيعني فهنا بيقول لك ايه، عندهم بيعلموهم ازاي يمسك صورة الشيخ على الموبايل ويخاطبها بالدعاء. هو بيدعو، ما يقولش يا رب ولا بيلجأ إلى الله، لا، أو يعني يعيش مع الله ان هو بيدعو الله ويلجأ إلى الله، لا، ده هو بينظر للشيخ ويناجي الشيخ ويطلب. يعني ايه ده؟ يعني انت بتدعو الشيخ وبتطلب من الشيخ ولا ايه بالظبط؟ يعني شوف يعني ماذا تقول. يعني اسمع كده.
كان الغريب في الامر ان ابتدى العمليه تزيد بقى، لقيت ان لقيت البنات حاطين صوره الشيخ اللي هو الطريقه الصوفيه، حاطينها على الموبايلات كلهم، والدعاء بيتم عن طريق ان هم يبصوا للشيخ ويبتدوا يكلموه. ولله حاجه والله بجد، له حاجه يختلي بنفسه ويكلم الشيخ على الموبايل، يفضل حاطط الصوره ويكلمه. لا، يكلم الصوره فالشيخ هيسمعه. يعني الكلام كان كده، التوجه والله بجد والله. والمفروض ان البنت اللي ماسكه الموضوع كانت بتفهمهم تماما، والناس وعندهم قناعه تامه ان هو سامع الكلام ده. يعني لا، انا لو عندي الصوره مطبوعه بتشتغل معايا ولا؟ ما اعرفش، هو كده على الموبايلات. هم في الاول ما افصحوش عن الموضوع ده. قبل الموبايلات بتشتغل ازاي؟ مش عارفين. يعني هو ثواني بس، هو اول اسبوعين مش مسموح ان انا اعرف ان هم بيعملوا كده. في الاول لا. اسبوعين انا اجتزت المفروض فتره الاختبار، فهبص بقى بعد كده على الحاجات اللي هم بيعملوها. طيب يعني كلام غريب جدا، كلام غريب وعجيب جدا. وبالفعل أنا سمعت هذا من قبل من أكثر من جهة، ومن إن بالفعل يتم استدراج الشخص. يعني ليس أول ما تدخل في طريق التصوف يعني يعطونك العهد وكذا، لا، لابد أن تمر باختبارات، ويعني يتأكدوا وإن أنت تحفظ السر ولن تبوح بهذه الأسرار وهذه الأشياء، لأن طبعا أمور قائمة على البدعة وقائمة على الجهل. ولولا يعني وجود السوشيال ميديا واليوتيوب والوسائل الحديثة في هذا العصر، يعني لما فضح الصوفية بهذا الشكل. يعني الأول كان كثير من أمورهم مخفية، فالآن أصبح هم أنفسهم أتباعهم يصورون الحلقات وما يجري فيها، ويصورون ما يحدث، وهذه خرجت تحدث ببعض ما رأت وبعض ما حدث ووقع لها. يعني في الأول يقول يعني اختبارات ولقاءات وانترفيو مع اللي رايح لكي يشوفوا دوت، يعني ده يعني عجينة كده ينفع تشكيلها وخام، ولا واحد بقى يقول لك ما دليلك وما الكتاب والسنة؟ يلا حبيبي انت مش تبعنا، يلا بره حبيبي. ان واحد يقول سمعنا واطعنا ويقولوا له انت تجلس بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، يعمل فيك اللي هو عايزه ويقول لك اللي هو عايزه وانت امين خلاص. فاذا لقوا هذه العجينه وهذه الشخصيه هو ده اللي يقبلوه. ويدخل بقى في الاسابيع الاولى وفي الفترات الاولى اياك ان تبوح بكذا وإياك أن تخرج الأسرار وكذا، وبعد كده لما يطمئنوا ليه تماما بياخد العهد بقى على الشيخ وكذا ويحفظ الأسرار وإلى آخره. فأشياء عجيبة، نسأل الله العافية. وما رأيناه من أحوال الصوفية وما نقلناه في حلقات كثيرة أشد من هذا، يعني فلا يستغرب. ولكن مع ذلك يعني نريد أن نسمع آراءكم ونرى أقوالكم في التعليقات. من لديه ما يصدق هذا يقول هذا كلامها صدق وحدث معنا ورأيناه أو سمعناه. ومن كان لديه تكذيب لهذا يقول هذا لا يحدث، من حق ويقول هذا لا يحدث. وأنا لا أصدق ولا أكذب، لكن أنا سمعت هذا في هذه الحلقة، وسمعت أيضا من جهات عديدة. فيعني هذا بالنسبة لي سمعت، وناس أخبروني بأن مثل هذا يحدث بالفعل، وعندي فيديوهات سأذكرها لكم وسأعرضها لكم كذلك. وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما.